بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن الله الحكيم. إلهنا الذي نحبه هو مصدر كل حكمة وفي كل الحكمة، ويعطينا الحكمة، وبحكمته يقود الكون كله، وبحكمته دبر خلاصنا، وبحكمته بيتعامل مع أصغر الأمور في حياتنا وأكبر الأمور في الكون كله. هبتدي بنص جميل في رمية 11، لأنه يعني له حكاية رمية 11 دي. يقول: يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. يا لعمق غنى الله، يمكن غنى الله دي اتكلمت فيها في السخاء، وحكمته وعلمه. يعني يا لعمق دي حاجة كبيرة أوي أوي، ما أبعد أحكامه عن الفحص. يعني عشان تفحص أحكام الله ما تعرفش توصل من كتر ما هي عميقة أوي. وطرق عن الاستقصاء، يعني حين تتقصى طرق الله تغلب، ليطلع كل حاجة ليها سبب، وسبب مظبوط جدا وحكمة عالية جدا، بس عشان انت توصل لها تتوه شويتين. لأنه من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا، يعني ربنا العالي قوي في حكمته ده، مين يقدر ينصحه؟ مين يقدر يقول له اعمل كده وما تعملش كده؟ البشر مهما كان ذكائهم وحكمتهم أي قد كده، إنما ربنا اللي ينصح البشر، هو اللي يشير علينا نعمل ايه. وعلى فكرة الآية دي بقى محبوبة في الكتاب وجت على الأقل 6 مرات. حكاية إنه مين يعرف يشير على ربنا دي. من سبق فأعطاه فيكافئ، يعني مين اللي ادى ربنا حكمة يقوم ربنا يكافئه على حكمته؟ لا، ده ربنا هو مصدر كل حكمة، فالناس تاخد منه الحكمة مش تقيم حكمة ربنا. مشكلتنا أحبائي إن احنا كبشر في الزمن ده قاعدين نحاكم ربنا ونحاسبه ونتصور إنه قليل الحكمة، وإنه يا رب مع احترامنا ليك يعني لو كنت عملتها كده كانت تبقى أحسن، لو الكورونا خلصت قبل كده كانت تبقى أفضل، لو الكورونا شاطت بس الناس الوحشين كانت تبقى مظبوطة الحكاية. احنا بالذات ما نستحملش واحنا كويسين برضو. كان ممكن الواحد يقترح على ربنا اقتراحات كأن ربنا ده ايه، مخه على قده، فاحنا لازم نوجهه. إنما الكتاب بيعلن لنا من صار له مشيرا. هتلاقوها في أشعياء، هتلاقوها في أرمية، هتلاقوها في أسفار الحكمة. يعني القصة دي بتاعت مين ممكن يجيب آخر ربنا ومين ينصحه. ولو واحد نصح ربنا هيكافئه، بس ما هو فيش حد ينفع ينصحه لأنه أعلى من كل إدراك وأعلى من كل حكمة. التأمل في حكمة الله عموما موضوع ممتع، وممكن ياخد مننا وقت طويل، لأنه كل أمور الإنسان محوطة بحكمة إلهية. لأن قبل الحكمة دايما نشوف الغرض، لأن الحكمة تحقق الغرض. افتكروا المبدأ ده. لما يكون واحد ذكي قوي، ذكاؤه ده ممكن يروح في الشر ويروح في الخير. ايه اللي يفرق هنا؟ الغرض. لو هو غرضه خير يبقى كل ذكاؤه ده رايح في الخير، والعكس. طيب بالنسبة لربنا، قبل أن نتأمل في حكمته تعالى ونتأمل في إرادته أو غرضه. غرضك إيه يا رب؟ الغرض الإلهي معلن في كل صفحات الإنجيل وفي كل لحظة في عمرنا. على فكرة الله يريد أن الجميع يخلصون. الله يريد أن إلى معرفة الحق يقبلون. إرادة الله قداستكم، خليكم كاملين كما أن أباكم كامل، خليكم قديسين كما أن أباكم قدوس. يا رب خلقت آدم وحواء ليه؟ عشان يبقوا معايا إلى الأبد. هي دي إرادتك؟ وعاوزهم حالتهم إيه؟ سعادة، فرحانين، شبعانين، شبهي. ويا رب تشبهك دي حاجة كبيرة قوي، أنا عاوزهم شبهي فأجمل صورة وأسعد حالة وإلى الأبد. هو ده غرضك؟ أيوه. دي إرادتك؟ أيوه. عشان كده اتخلقوا بإرادة حرة، لأن هم شبه الله، والإرادة الحرة هي سبب الخطية، وربنا كل ده محسوب عنده برضه. يقوم يتدخل ويتكلف تجسد وفداء. ليه؟ لأن الإرادة أو الغرض لا تتغير. إرادة الله من ناحيتنا بيعمل كل حاجة في حياتنا
في كل لحظة حتى وإحنا نايمين بيحرك الكون ده كله من أجل خلاص البشر دون أن يتخطى حرية الإنسان. هي دي بقى المعضلة الصعبة جدا، لكن ربنا بيحلها بحكمته. إذن الحكمة الإلهية تحقق الغرض الإلهي اللي هو خلاص كل البشر. الباقي ده كله من أجل نفس الغرض. يعني الكون الجميل ده كله إيه؟ هل هو مخلوق في ذاته لذاته؟ لا، الشجرة دي معمولة عشانك، والهواء ده ليك، السماء الحلوة دي والسحابة والعصفورة واللي بيحصل في اليوم كله، كل ده لينا بحكمة عالية جدا من أجل الوصول لهذا الغرض. تعالوا بقى نتأمل في بعض نقاط حكمة الله، بعض النقط البسيطة كده. أولا حكمة الله في أنه يترك الشر لفترة ولا درجة ثم يتدخل. والحتة دي بقى هي سبب يعني حوار طويل بقالنا 2-3 فيه، غضب إلهي ولا تأديب إلهي ولا دينونة الله ولا رحمة من ربنا ولا أبوة من ربنا، وكأن ربنا بيصارع نفسه بنفسه. وربنا كيان واحد، كل الصفات الإلهية الصالحة فيه، الصلاح كله فيه، فطبيعي في العدل وفي الرحمة وفي الحب وفي الرأفة وفي الحكمة، في كل ده مع بعضه، وما فيش صراع أبدا في صفات الله. إنما هو الإنسان عشان يفهم، هي دماغنا دي اللي مشكلة. يعني ربنا من حكمته العالية سمح بالشر. الشر ليس إرادته، خلي بالكم، الشر ده إرادة البني آدم، صناعة الشيطان والإنسان صناعة مشتركة. لكن الله لأنه خير سمح بالشر، لأنه الخير يعطي مجال حرية للمحبوبين. طبيعة الخير كده، الأم بتخير عيالها لأنها خيرة، مش كده؟ أب والأم العاقلين بيدوا مجال حرية. الاختيارات مش دايما على مزاجهم، بس الحب كده، الخير كده. الخير لا يفرض أبدا، الخير لو فرض تحول إلى شر. افتكروا القاعدة دي، الله مصدر الخيرات، لو فرض علينا الخير بتاعه فقط الخير اللي عنده ما بقاش خير، ما بقاش صالح. طيب ربنا عاوز يقودنا إلى الخير لأن دي مصلحتنا، مش عشان هو يرتاح. سمح بالشر. طيب هل سماحه بالشر ده سماح مطلق بلا ضوابط؟ يبقى برضو مش خير. بصوا لها، السكوت عن الظلم يعتبر ايه في عرف الناس؟ ظلم. السكوت عن الشر شر. لو انت مسؤول وعندك واحد بيفتري تحت منك وساكت عليه، يبقى اشتركت في الجريمة، لأنك ساكت على واحد مفتري. طيب هنا دخلنا في مأزق شوية، حلوش غير حكمة ربنا. منين يا رب في شر وفي ظلم وفي افتراء وبعدين نقول عليك خير؟ طب ما انت كده بقيت شرير. لا، هو سمح بحرية أنتجت شر بسبب الخير، ثم يتدخل بضوابط محسوبة في مواعيد محسوبة بطرق محسوبة حسب حكمته عشان يوقف الشر، زي اللي حاصل في الدنيا النهاردة. لو لم يكن هناك شر كان الله شريرا، ولو لم يوقف الله الشر بطريقته لكان الله شريرا. طب ازاي يبقى خير في كل ده؟ الحكمة، حكمته الإلهية تسمح ولكن تضع ضوابط. سمح للحية انها تتكلم مع حواء وآدم، وسمح باختيار خطأ من حواء وآدم، سمح بالسقوط، سمح بالموت. كل ده مش إرادة إلهية، لكن سمح بسبب حكمته. ثم دبر خلاصنا. كلمة تدبير دي تحت كلمة حكمة. الحكمة تدبر خلاص البشرية، وجه المسيح وفدانا وقدم لنا خلاص هذا مقداره، سما اتفتحت، غفران مجاني، تغيير جذري في طبيعة الإنسان عشان نرجع ولاد ربنا. كل ده بحكمته دون أن يفرض، ووضع ضوابط للشر. تلاحظوا بقى في تاريخ البشرية الشر يعلى يعلى يعلى، وفجأة يحصل تدخل خارجي إلهي، الوثنيين يزيدوا يزيدوا يزيدوا، وبعدين إبادة. ليه؟ لأنه مش إرادة الله شر، هو سكت من أجل التوبة،
سكت لأنه خير عاوز توبة، لكن سكوته ما كانش سلبية ولا ضعف ولا شركة في الشر. بطيء الغضب، ده اللي يوصف لنا الحكمة الإلهية في التعامل مع الشر. سدوم وعمورة ساءوا فيها قوي، وربنا ساكت ساكت لعله يوجد أبرار. ما فيش أبرار، ما فيش فرص توبة كفاية. طب نينوى نفس درجة الشر، لكن في احتمالية توبة. يبعت يونان، وبحكمة يسخر يونان لغاية ما يوصله. الناس دول تجاوبوا بإرادتهم، إرادة الله الخيرة، لا يبادوا. ليه؟ هو بيبيد الشر، لكن مش بشكل كده مطلق وكأنه لا يعني خلاص البشر. بالعكس، هو الله يريد توبة الناس، لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. من هنا يا أحبائي تاني، الناس النهاردة مستغلطة ربنا من طرفي الميزان. اللي بيقول لك كتر الشر اللي في العالم يبقى إما الله غير موجود أو الله شرير، يقول لك لما ربنا بيتدخل بحاجة زي الكورونا يبقى ربنا شرير. استنى بس، الحقيقة ده خير وده خير. الله يترك الشر من خيره للإنسان اللي احترم إرادته، فسايب الإنسان يختار عشان يكتشف بنفسه الشر ويرجع بإرادته للطريق الأبدي. لكن لما الشر يتضاعف جدا، ربنا لازم يحط الضوابط بحكمته عشان الشر ما يطلعش كل الأجيال هالكة، فلازم ينظف الدنيا كل شوي. وده عملوا في الطوفان، وعملوا في سدوم وعمورة، وعملوا في إبادة الشعوب، وعملوا مع شعب اليهود مرارا وتكرارا لما اتعاموا بالخطية، مع ان دول غاليين عليه جدا زي كل البشر. لكن بيحصل تأديب شديد ودينونة شديدة للشر. ليه؟ يبقى في باقية تتوب. يبقى ربنا بسبب الغرض الصالح خلاص البشر بحكمة عالية بيتعامل مع كل الأمور. لكن يظل الله بريء، لأنه يقال في الكتاب تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. يعني لو حاكمنا الله على تصرفاته يبان أنه ما فيش أحسن من كده، ولا يمكن كنا نوصل لأفضل من كده، وأنه احترامه لإرادتنا خير، وتدخله لضبط الشر برضو خير. وهو يلام هنا ويلام هنا بسبب إيه بقى؟ بسبب عدم حكمة البشر. يبقى القضية مش أن ربنا مش حكيم، القضية أن الإنسان مش قادر يدرك حكمة الله. عشان كده ابتديت بكلمة يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه. ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرق عن الاستقصاء، من عرف فكر الرب. عشان كده الشطارة دايما لما نقترب من الحكمة الإلهية نتأمل باتضاع. لأنه أيوب مثلا، أيوب حسب تفكيره، وأيوب ذكي، وأيوب ما كانش بعيد عن ربنا، وأيوب كان يرى نفسه بار، يعني ملتزم بكل الناموس الطبيعي اللي يعرفه. وربنا قال ده بلا لوم حسب الناموس الطبيعي. إنما أيوب اعتبر نفسه أحكم من الله. دي بقى المأساة اللي عند بشر كتير قوي. يعني نظام إيه؟ يقعدوني مطرح ربنا أوريكم الدنيا هتمشي إزاي، هتخربها يا حبيبي، هيهلك على إيديك أضعاف الهالكين اللي بيحصلوا. لأنه في الآخر لازم بحكمة عالية ربنا عاوز الكل يخلص دون أن يتحكم في إرادتهم تحكم كامل طبعا. فهنا أيوب اعتبر ربنا غلط في اللي عمله، مش مستحمله. وده اللي خلى أليه تلميذ الشاب الجميل الحكيم ده قال له اعتبرت نفسك أحكم من الله، اعتبرت نفسك أبر من الله. أسهل حاجة الواحد يقول مش فاهم، لكن ما يقولش أنا فاهم وربنا غلطان، كده ما يصحش حتى يا أيوب، ده أنت بتاع ربنا. لكن كمان قال لأصحاب أيوب وانتوا استذنبتوا أيوب. مين قال لكم إنه السبب الوحيد للتجارب هو الذنب؟ ده استنتاج محدود جدا. ده انتوا قعدتوا مطرح ربنا وطلعتوا قواعد صماء لا تناسب الموقف. استذنبتوا أيوب كأنه كل اللي جراله بسبب ذنبه. الحقيقة مش كده خالص. فهنا أليه الشاب الحكيم طلع باستنتاج رائع. يا جماعة تعالوا نقرب من ربنا ونقول له فهمنا، لأن حكمتك عالية، مش هنقدر نحاسبك على قراراتك، لكن احنا متأكدين من صلاحك.
إنك قادر ومحب وضابط الكل وحكيم، بس إحنا مش فاهمين بقى اللي بيحصل. يبقى الحكمة دايما تقتدي التواضع. عشان كده الحكيم سليمان له كلمة جميلة أوي، احفظوها أرجوكم، يعني من 2.5 مع، مش هنعتبرها نص، المتواضعين حكمة. يعني كل ما الإنسان تواضع كل ما فهم حكمة ربنا، وكل ما فهم حكمة ربنا بقى هو حكيم. مع المتواضعين حكمة. عشان كده من ألقاب العذراء في الكنيسة الحكيمة. طب هي الحكيمة دي درست فين أمنا العذراء؟ لكن أمنا العذراء لأنها متواضعة جدا حكيمة جدا، بتدرك أمور لا يدركها أغلب البشر، فهم ربنا. من عرف فكر الرب المتواضع، اللي يقرب منه قوي يكشف له أسراره. الرب لا يصنع أمرا إلا وهو يخبر عبيد الأنبياء. يعني ربنا مش بيخبي أسراره، ربنا عاوز يحكي لنا ليه بيعمل كده، بس هيحكي لمين؟ هيوشوش مين؟ المتواضع اللي جاي يقرب من ربنا وهو صغير قوي ويقول له مش فاهم، نور عقلي، اديني حكمة من عندك. حكمة الله بتظهر في كل قصص الكتاب وفي كل قصص حياتنا. مفيش حاجة في حياتنا صدفة، مفيش شخص انت قابلته في حياتك صدفة، لا، كل ده تحت عنوان كبير اسمه حكمة ربنا، خطة ربنا، تدبير ربنا، ترتيب ربنا. ربنا رتب ان موسى يتولد في الميعاد ده وفي الظروف دي، ومن أم عبرانية جهلة غلبانة وتحت الآلام، وبعدين ربنا رتب في نفس الوقت يكون في قرار إعدام للأطفال الذكور قبلها بكم شهر، والأم تبقى بين نارين، تموت الولد ولا تعمل إيه، مش قادر، أما اتحطته في السبت وسبته في الماء. يرتب بحكمته تطلع بنت فرعون في نفس اللحظة وعلى مسافة أمتار عشان تستحمى في النيل. ويرتب بحكمته ان اخت موسى اكبر منه كم سنة جاية تجري كده وتتفرج، لقيت اخوها اللي في السبت الست الغنية دي خدته، ويرتب انها تجري عليها وتقول لها جيب لك واحدة ترضعه. ايه ده؟ دي لو فرق دقايق كان موسى مات وما كناش سمعنا ولا حاجة من القصص اللي بعد كده، بس دي حكمة إلهية. وبعدين موسى يرضى على لبن أمه ويرضى على إيمان أمه، دي حكمة. إن الست الغلبانة يكابد دي عمالة تقول إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وربنا يترك مصر تربي موسى بدماغ المصريين، بحكمة المصريين. ده التعبير اللي قاله اسطفانوس على موسى. خد الحكمة بتاعت الدنيا فبقى إيه؟ مغرور. أديك شفت حكمة الدنيا بتعمل ايه؟ غلط غلطة عمره، مطلوب القبض عليه، انتهت حياته كفرعون، انتهى النعيم والعز، ابتدى 40 سنة راعي أغنام. طب رب مش كتير؟ لا مش كتير. ليه؟ لازم كمان العبرانيين يستووا والأموريين يستووا. ايه الحكمة الغريبة دي؟ العبرانيين يوصلوا لآخرهم خالص ويتعلقوا بقى بشعرة النجاة. الذل يجيب أعلى ما يمكن، دي حكمة ربنا. وفي نفس الوقت بتوع كنعان الأموريين كل المناطق كان في اتفاق بين أبونا إبراهيم مع ربنا من قبلها ب400 سنة إنه عشان ما بقاش استعجلت على إبادة الأموريين، دول شرهم هيعلى يعلى يعلى يعلى، مسافة ما موسى بقى يطلع يبقى دول خلاص كده إبادة الشر. حكمتك يا رب، أنت مرتب لسن 80 موسى، بس ده في حسابات ايه؟ حسابات يعني وورلد وايد، يعني حساب كده على مستوى العالم جلوبال بيحصل. اموريين ذنبهم ايه، والفراعنه شكلهم ايه، واليهود ايه، واللفند اللي اسمه موسى الراعي التعبان المجهول ده. لا ده مهم قوي في القصه، ده البازل ده كل نقطه فيه قد كده محسوبه بدقه شديده جدا. حكمتك يا رب. لما نروح ليوسف تلاقوا حكمة أخرى. طب يوسف ده قبليه في واحد اسمه يعقوب، حب واحدة اسمها رحيل، خد فيها 14 سنة وربنا سايبه، وبعدين يطلع في السكة دي خد له ليئة وبعد شوية الجواري. ليه؟ لأن رحيل ما بتجيبش عيال. حكمتك يا رب، مش دي يعني حبة قلبه اللي بيحبها؟ معلش. ويبقى له اخوات كلهم متغاظين من ابن المحبوبة،
فايه يوسف يا عيني طالع في ظروف هو يعني ما ملوش ذنب فيها، والمؤامرة ويسيب المؤامرة. يا رب اتدخل، انت ما بتحبش الظلم، امنع الأذى عن يوسف. لا، بحكمة لما ايديه كده وساب اخوات يوسف يفتروا. طب يا رب ما اسهل انك تتدخل، ده انت كل يوم بتنجينا من شر، ليه في مرات بتلم ايديك كده وتسيب الشر يكمل؟ لانه لازم هيقلب خير، في الخطة الإلهية يحصل كده. اخوات يوسف يعملوا كده، وهو قال لهم بعدها بسنين طويلة انتوا قصدتوا شر، احنا مش هنجمل الصورة، انتوا ما كنتوش بتلعبوا، انتم قصدتم بي شرا، لكن شوفوا الحكمة الإلهية، الرب قصد به خيرا. ادي الحكمة. ربنا يسيب يوسف يدخل على البير، يقول للإسماعيليين، على فكرة اخوات يوسف مسافة ساعة او اكتر ضميرهم تعبهم، رجعوا عاوزين يرجعوا يوسف وقالوا كفاية كده عليه، توليت تأخرت. ليه؟ أصل الحكمة الإلهية لها ترتيب تاني، عشان لسه في مجاعة، وغير المجاعة ده لازم العبرانيين يعيشوا في مصر، ولازم بعد مصر ده في حاجات كتيرة بتترتب لقدام، يطلعوا بيد قوية وذراع رفيعة، ويجي موسى عشان يجي. انت كل ده بترتب له يا رب، وجدع الصغير اللي اسمه يوسف ده بيترمي في البير وهو مش دريان ان على اساس حكايته اللي قد كده تاريخ البشرية عمال يتظبط. طب وبعدين يشتغل كويس، وبعدين في بيت حد مهم قوي وتحصل المصيبة، يلبس التهمة، يتسجن، ما يموتش، يجوا وزراء، يطلع واحد يموت والتاني يكمل وينساه، وبعد سنتين فرعون يحلم. ده كل لقطة من دول محسوبة، زي أي مخرج بيقعد شوفوا يعيد ويزيد عشان اللقطة تطلع مظبوطة قوي. لا، ربنا بيحسبها بالثانية وبالسنتي أو بالملي عشان تطلع مظبوطة جدا للغرض. ما هو الغرض؟ الجميع يخلصوا. حكمتك يا رب، حكمتك، لأنه ده في الآخر يوسف بيتفرج ويقول اللي حصل معايا ده حكمة عالية جدا. موسى يرجع يقول اللي حصل معايا حكمة، كل دول هيمجدوا حكمة الله إلى الأبد. أيوب يقول اللي حصل معايا ده حكمة. شاول الطرسوسي هيقول اللي حصل معايا ده حكمة، لأنه أنا اتربيت تربية معينة ما كنتش فاهم بتربى ليه كده. كل ده صب في الكرازة بعد كده. تعصب اليهودي كان مفيد ليا بزاوية، الدراسة في اليونانية كانت مفيدة جدا ليا، حكاية الجنسية الرومانية اللي كنت بتغاظ منها كفريسي نفعاني جدا في الآخر، العلاقات بناس ما كانوش في البال ولا الخاطر، كل ده طلع انه مفيد لخلاص الناس. انه اتذل واتضرب واموت واصحى كم مرة، وكل ده ليه؟ يطلع بحكمة عالية محسوبة بدقة من أجل خلاص آخرين. عشان كده يجي يقول بعد سنين ما أبعد أحكام عن الفحص، ما نعرف فكر الرب. مين يجي بآخره؟ مين يقدر يقول لربنا استنى عندك القرار ده مش مظبوط؟ لا لا لا، احنا ناخد القرارات ونقول له فهمني عدلك، نور لي برك، اللي بتعمله أكيد مظبوط، لأنه أنت حب، أنت خير على طول، أنت الصلاح الكامل والدائم. لكن عشان نقرب من دماغك يا رب عاوزين بقى حتة من الحكمة. عشان كده قديس يعقوب قال حكمة جميلة قوي، قال من تعوزه حكمة فليطلب. أول ما ابتدى يتكلم في التجارب، عارف إن مع أي تجربة زي اليومين اللي احنا فيها دي دايما في طلب حكمة. السؤال ليه؟ أي حاجة غريبة بتحصل في حياتك الشخصية، في حياة العالم كله، غصب عننا كناس ربنا ادانا عقل. على الحيوانات ما تقولش ليه، لكن ما يميز الفكر البشري انه عنده سؤال اسمه ليه. الحيوان عنده سؤال تاني يجي بعديه، اعمل ايه؟ فالحيوان يتكيف مع اي ظروف، لكن عمره ما يفلسف الامور ويسأل ليه. الانسان اعلى من كل الكائنات، عنده سؤال شغله طول الوقت، مش بس اعمل ايه، ليه؟ ليه هي دي اللي بتخليه ند لله، يكلم ربنا، يحكي، يحاول يفهم. لكن الحيوان عاوز يفهم يعيش ازاي، حتى لو رجله معوجة هيتكيف. نعمل ايه؟
لكن مش هيقول ليه اشمعنى أنا. مفيش لا اشمعنى ولا ليه، الحاجات دي بتاعتنا احنا. لكن ربنا ساب عقلنا يقول ليه، بس ليه الإجابة عند صاحب الحكمة. فاللي عاوز يفهم ما يفهمهاش من النيوز والأخبار والعلماء والفهماء والحكماء. لأنه إيه؟ لأن ربنا جهل حكمة هذا العالم. ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ قالوا آخذ الحكماء بمكرهم، يعني بيسيبهم على حكمتهم دول يضيعوا نفسهم. طب لما أنتوا عاوزوا حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء فسيعطى له. ربنا حكيم في كل ما يصنع. عشان كده كان بيعلمنا من الطبيعة، لأن الطبيعة مدرسة حكمة، ودي مدرسة إلهية. يوم ما أيوب تعب قوي من اللي حصل له، ربنا فتح له أول صفحة في الحكمة كتاب الطبيعة، وسأله حاجة و60 سؤال ولا إجابة عارف يجاوب. فقال له ما احنا لازم نذاكر كتاب الحكمة الأول عشان ندخل على الحكمة الأعلى. أنا بعمل معاك إيه؟ قبل دي في سؤال، أنا عملت قبليك إيه؟ مش تتفرج مين اللي حط الأرض، مين ثبتها على أوعيتها، مين عمل زوايا، مين اللي بيقول للريح يطلع في الوقت ده، العصفورة دي بتاكل إزاي، السمكة دي ماشية إزاي، الغزالة دي رايحة فين، التنين ده بياكل ويشرب إزاي وبيموت إزاي. أيوب فتح بقه قال له بما أنك ما فهمتش أول كتاب هتمط على سنة تانية وتالتة، مش سنة أولى الأول. رجع المسيح في العهد الجديد قال انظروا طيور السماء، ما ده كتاب الحكمة. انظروا زنابق الحقل، ما الوردة دي حكمة. انظروا الغربان، انظروا شجرة التين، من شجرة التين تعلموا المثل. إذا كتاب الطبيعة كتاب حكمة. ربنا كل حاجة في الطبيعة فيها حكمة. ورقة الشجر لما تمسكها في إيدك دي صدقوني مدرسة، لأنه فيها إبداعات. الناس بتقعد تتفنن تلاقي لوحة $1,000,000 على ورقة شجر. لوحة إيه؟ ما أنا عندي ورقة الشجر ببلاش، هحط إيدي وأخد أي ورقة شجر وأنا ماشي. واحد يرسمها تطلع جميلة قوي فتتباع بغالية قوي. يا عم تعال نبص في الأصل، أبو بلاش. إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويهلك غدا يلبسه الله هكذا كما أنتم بالحري. يبقى قبل ما تعرف ربنا بيعمل معاك إيه، تعال اتفرج ربنا عمل إيه في الخلائق الجامدة والخلائق الأقل منك، وتشوف الإبداع وتشوف الحكمة وتشوف الترتيب، وتشوف إنه كل حاجة صغيرة هي كبيرة عند ربنا. تعال عندك بقى كإنسان، لا 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 طبعا شعر راسك محسوب، لأن القصة حكمة عالية جدا. هينفع بعد ده كله تقول صدفة؟ صدفة إيه بقى؟ ينفع بعد ده كله تقول ربنا غلط في أحكامه؟ لا لا يمكن يغلط. ده الناس ساعات تثق في جوجل ولا جوجل ما بيغلطش، أو تثق في الكمبيوتر ما تثقش في عقلها. كمبيوتر عملتوه بعقلكم، جوجل اخترعتوه بدماغكم، واللي خلق دماغكم مش واثقين فيه. نحتاج أن نثق في الحكمة صدقوني. تعالوا نقول كل يوم يا رب أنا واثق في حكمتك. طبعا أنا واثق في سخائك، وأنا واثق في قدرتك، وأنا واثق في طيبتك، وأنا واثق في رحمتك، وأنا واثق في محبتك، وأنا واثق في اتضاعك، وأنا كمان واثق في حكمتك. لأنه لما بقى متأكد أن اللي معايا ده دماغه ما تخرش المية أنا هرتاح. طب أنا ليه عند ربنا مش متأكد؟ هو فعلا مفيش حاجة بتفوت عليه، وبالتالي توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك، لا تعتمد. لإلهنا كل مجد وكرامة.